هلو everybody thank you good man. معاكم كل بدري. ازيك عامل ايه وازاي المنهج اللي عليك؟ ان شاء الله تكون بخير. تعالى اتفرج معايا بقى على الفيديو اللي هو ايه بتاع تفاعلات الاحتراق والتلوث البيئي. يلا مستر، اتمنى انت كنت اتفرجت على الفيديو الاولاني بس كده، وده الجزء الثاني. يلا تابع معايا. اتمنى ان انت كنت اتفرجت على الفيديو الاولاني كويس جدا ورجعت كل المعلومات اللي فيه وحليت الواجب بتاعك، واجب الحصه. يعني طلبه السنتر اهم حاجه ان انت تشوف الفيديوهات دي. اديني قلت لك ونبهت عليك عشان امتحان المره الجايه مش هيرحم حد. تمام؟ حلو قوي. قال لي ولو انت طالب اونلاين وبتابعني على اليوتيوب وعايز تاخد الامتحان بياخدوه طلبه سنتر، كلمني على رقم الواتساب. تمام؟ هتلاقيه اسفل الفيديو ده، وما تنساش تنضم من قناه التليجرام وقناه الواتساب عشان هينزل عليهم برضه الامتحان. بس كده، يلا تابع معايا. قال لي مستر، اخدنا في المره اللي فاتت تفاعلات الاحتراق التام والغير تام، واخدنا معاهم اللهب بنزين، وقلنا ان اللهب البنزين لما يكون لونه اصفر بيكون لي هبابه سودة كده على القاع الانبوبه من تحت، اما لو كان اللهب لونه ازرق كان بيكون لي ايه يا مستر؟ ما كانش بيكون لي حاجه، كان بتبقى نظيفه. تمام؟ حلو قوي. نواتج عمليه الاحتراق. قال لي مستر، عرفنا ازاي بيحدث تفاعلات الاحتراق وشروطه وفي النواتج التاليه. قال لي دلوقتي يا مستر معانا الحامل واللهب وتلج وورقه مبلله بايه يا مستر؟ قال لي ورقه فيها كلوريد الكوبالت. طب ايه يا مستر رمزها دي؟ قال لي رمز الكوبالت سي او. سي اهو بس. طب ما تيجي نوزن كام معادله؟ كلوريد الكوبالت اهو. تيجي نكتب الصيغه الكيميائيه بتاعتها، نشد خط كده، هنا سي ال وهنا كوبالت سي او. تمام؟ حلو قوي. انزل ده ثنائي وده ايه احادي، ده راح هنا وده راح هنا. تمام؟ حلو قوي. سي او سي ال 2. حلو قوي يا مستر، جميل جدا. قال لي ايه اللي هيحصل يا مستر؟ قال لي دلوقتي جيت وهنا برضو بيكون فيه جير وهنا بيبقى فيه مضخه. قال لي يا مستر، استخدمت الاجهزه دي وعملت الكشف عن نواتج الاحتراق عشان اعرف الدنيا ايه اللي حصل في الاحتراق وايه الدنيا بتاعته. تمام؟ قال لي يا مستر، اللي حصل تنتج الغازات الهيدروكربونيه مثل الغاز الطبيعي اللي هو الميثان CH4 عند الاحتراق التام، غاز ثاني اكسيد الكربون، وبخار الماء اللي هو H2O. يساعد الثلج حول الانبوبه ذات الشعبتين على دي الانبوبه ذات الشعبتين، عشان لو جات لك في الامتحان تكون عارفها، على تكثف بخار الماء الناتج عند الاحتراق الى ماء، والذي يحول لون الورقه بتاعه كلوريد الكوبالت اللامائي من اللون الازرق الى اللون الباهت اللون الوردي. يبقى كده بيحولها من اللون الازرق الباهت الى اللون الوردي. تمام؟ قال لي وايه اللي حصل تاني يا مستر؟ عايز اكشف عن غاز ثاني اكسيد الكربون. حطيت معاه ماء الجير الرائق، يبقى كده اللي بيحصل معاه ثاني اكسيد يعكر ماء الجير الرائق، عكرهولي. تمام؟ حلو قوي. يبقى كده عندي من ضمن نواتج الاحتراق. قال لي انا بكشف عن بخار الميه. قال لي كلوريد الكوبالت اللامائي انا كنت حاطه لامائي، دلوقتي اتهدرت بقى مائي، فحول لي من اللون الازرق الباهت للون الوردي. قال لي وثاني اكسيد الكربون عكر ماء الجير الرائق، فانا كده كشفته عنه. قال لي خواص نواتج الاحتراق. قال لي غاز ثاني اكسيد الكربون ينتج عند الاحتراق التام مثل المواد العضويه، وهو غاز عديم اللون والرائحه ولا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. حلو قوي. اما غاز اول اكسيد الكربون يا مستر بينتج عند الاحتراق الغير تام. احتراق غير تام نتيجه نقصان الاكسجين، وهو غاز سام جدا وعديم اللون والرائحه. اما بخار الماء ينتج عند احتراق الهيدروجين والمواد التي تحتوي على مثل الهيدروكربونات والتكثف قطرات الماء عند التبريد. قال لي الكربون، قال لي يتكون في حاله الاحتراق الغير تام. مين اللي بيتكون في الاحتراق الغير تام يا مستر؟ قال لي اللي هو الكربون، الهيدروكربونات، على هيئه جسيمات دقيقه صلبه سوداء تترسب على سطح. قال لي عندي غاز ثاني اكسيد الكبريت ينتج عند احتراق الوقود الذي يحتوي على كبريت، وهو غاز عديم اللون والرائحه. يعني ايه؟ ريحه وحشه. تمام؟ يذوب في الماء مكونا حمض الكبريتوز
وده بيكون ريحته زباله الصراحه، يعني لما كنا بنشتغل ايام الكليه ريحته خرا. اكسيد النيتروجين اللي هو NO، تنتج اكاسيد النيتروجين بشكل رئيسي عند احتراق المركبات النيتروجينيه الموجوده في الوقود الحفري، وتشمل هذه الاكاسيد اكاسيد النيتريك وهو غاز عديم اللون. يعني غاز النيتريك رمزه ايه؟ NO. يتفاعل بسرعه مع الاكسجين في الهواء الجوي اللي يتحول الى غاز ثاني اكسيد النيتروجين وهو غاز بني محمر. مين الغاز البني المحمر يا مستر؟ قال لي NO2. قال لي لما قلنا ايه؟ هو غاز عديم اللون والريحه. يعني كان لما يجي يقول لي غاز عديم اللون والريحه انا عندي 3. مين هما؟ CO وCO2 وايه يا مستر؟ وSO2. ده خلي بالك قلنا ان هو ريحته وحشه لكن عديم اللون. اما ده مستر ال NO2 ده مستر قال لي ان هو غاز بني محمر وذو رائحه نفاذه. قال لي وظيفه الماء مكونا حمض النيتروز اللي هو HNO2 وحمض النيتريك هو HNO3. حلو قوي يا مستر. قال لي تفاعلات الاحتراق والتلوث البيئي. هناخد دلوقتي ايه علاقه الاحتراق بالتلوث البيئي. تمام؟ حلو قوي. قال لي يا مستر عند حرق المخلفات الزراعيه اللي بيحصل؟ قال لي تصاعد كميه كبيره من ايه؟ من غاز اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون وجسيمات الكربون عند حدوث ايه؟ تفاعل ايه؟ غير تام المعلقه التي تؤدي الى دخان كثيف يشتعل ما يعرف باسم ايه؟ بالسحابه السوداء. يعني كده دلوقتي لما جه احترق في المحاصيل الزراعيه بيكون لي سحابه سوداء، دي معناها ان الاحتراق بتكون لي كميه كربون كبيره. تمام؟ تسبب السحابه السوداء دي انخفاض لمدى الرؤيه وصعوبه التنفس وتزيد حالات الربو والحساسيه على الصدر. يعني دلوقتي يقول لك ما تقعدش جنب حد مولع سيجاره. ليه يا مستر؟ عشان بيكون لي غاز اول اكسيد الكربون البالة. يلا. وبيكون لي الربو والحساسيه. يعني اتمنى ان الناس تبعد برضه عن السجاير وكل ده، عشان السجاير دي مضره بالصحه، وبرضه هقول لك انها تؤدي للوفاه. تمام؟ قال لي الاحتراق في محركات السيارات. قال لي ينتج عند حرق الوقود داخل محرك السيارات طاقة حرارية تستخدم فيها مستر في توليد الطاقة الميكانيكية اللازمة لحرق السيارة. تمام؟ قال لي ينتج عن هذا الاحتراق خليط من الانبعاثات يعرف بالعادم. يعني دلوقتي مستر العادم اللي ورا ده مستر مثل بيكون لي من ايه؟ من غاز عديم اللون والريحة اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون والكربون بالاضافة الى اكاسيد النيتروجين. عشان كده بحس ان هي ريحتها عامله كده والحقيقه وما تفهملهاش. قال لي تعد عوادم السيارات من اهم الاسباب تلوث الهواء في المدن. في بعض الحالات التانية يكون الاحتراق الوقود في محركات غير تام، اما بسبب نقصان كميه الهواء التي تضخ اليها او انخفاض كفاءه المحرك مما يؤدي الى زياده نسبه الانبعاثات الضاره الملوثه للبيئه. قال لي زي اقللها مستر؟ قال لي صيانه المحركات، استخدام وقود نظيف، الاعتماد على وسائل النقل الجماعيه صديقه للبيئه. زي ايه يا مستر؟ قال لي زي الاتوبيس، مش كل واحد يركب العربيه بتاعته. قال لي المحول الحفزي في السيارات اللي هي علبه العربيه البيئه. قال لي يعد المحول الحفزي تطبيقا للحد من التلوث البيئي الناتج عن احتراق الوقود في محركات السياره. تعتمد فكره عملوا على وقود عوامل الحفزيه مواد تزيد من سرعه التفاعل الكيميائي. تمام؟ يعني كان العوامل الحفزيه بتزيد من ايه؟ من التفاعل الكيميائي. يعني السؤال يجي لك هنا يقول لك ما فائده المواد اللي ايه؟ العوامل الحفازه. اقول له مستر تزيد من ايه؟ من سرعه التفاعل الكيميائي دون التغير. قال لي زياده سرعه التفاعل اللي بيحصل كسادة واختزال داخل نظام الخروج العادم، حيث يكون بتحويل الغازات السامة كأول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين إلى مواد آمنة مثل ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين. يعني كده بيحولهم لي من أول أكسيد لثاني أكسيد. تمام؟ والنيترو اللي هو أكاسيد النيتروجين بيحولها لنيتروجين بس. ده اللي هو بيعملها إيه؟ علبة الحرارية. قال لي تفاعلات الاحتراق في المصانع. قال لي تفاعلات الاحتراق في المصانع هو السبب او المصدر الاساسي للطاقه في كثير من الصناعات الثقيله مثل صهر المعادن وانتاج السيراميك وصناعه الاسمنت والزجاج. يعني انت دلوقتي لو جيت تروح وادي القمر هتلاقي ايه يا مستر؟ قال لي مستر هتلاقي
مصنع الاسمنت هناك هتلاقي فيه بخار كده طالع عادم كبير، صح ولا غلط؟ صح يا مستر. تمام. قال لي وتعتمد كثير من محطات التوليد الكهرباء على حرق الوقود الحفري مثل الفحم والغاز الطبيعي لإنتاج البخار الذي يدري التربونات ومن ثم المولدات. طب يا مستر اللي انا ممكن اعمله؟ قال لي ممكن نعتمد على الغاز الطبيعي كوقود اقل تلوثا، وتركيب فلاتر لتنقية الغاز قبل خروجها من المداخن، والاستعانة بمصادر طاقة متجددة. قال لي يا مستر لماذا يفضل استخدام غاز الطبيعي عن الفحم كمصدر اساسي للطاقه يا مستر؟ قلت له لان هو اقل ضرر منه. تمام، اقل ضرر بالبيئه مقارنه بالاحتراق انواع الوقود الاخرى، الانبعاثات الكربونيه بتاعته اقل. قال لي بينما احتراق الوقود الحفري او الحجري ينتج نسبه مرتفعه جدا من ثاني اكسيد الكربون وكميه كميه اكبر من اكاسيد الكبريت. طب يا مستر، قال لي عند زياده عمليه الاحتراق ده السبب تؤدي زياده الانبعاثات ناتجه عندها الى اختزال التوازن البيئي، وده النتيجه. قال لي مستر تطبيق تكنولوجي اجهزه الغازات الحامضيه اهو، وده شكل اللي بيحصل معانا. قال لي تعد تطبيق للحد من التلوث الصناعي الناتج عن الاحتراق، وتعتمد فكرة عمله على تمرير الغازات الحامضية السامة كثاني أكسيد الكبريت خلال مسارها في المداخن والمصانع عبر رذاذ محاليل قلوية لتحدث تفاعل التعادل والترسيب كأملاح آمنة، مما يقلل من تكوين الأمطار الحامضية وضباب الدخان. قال لي كن مهندسا للبيئة. عشان مش مهندس استاذ. بيقول لك صمم مستقبلنا انضف، وان هو بيقول لك يعني ده من ضمن الحاجات بتاعتنا المفروض تعملها. بس كده الدرس بتاعنا خلاص. اتمنى يكون درس سهل وبسيط، عارف انه معلومات كبيره وكتيره جدا، بس انا عايز اقول لك والله العظيم الدرس ده يعني من ضمن الدروس السهله جدا، عايزك تهتم بيها. بس كده، واشوفك بكل خير، وكان الله بالسر العليم. مع السلامه.